السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. معلش اتأخرت عليكم كده يومين علشان خاطر بقى انتوا عارفين طالعين من العيد، وكانت بقى في زيارات الاهل والاحباب والكلام ده كله. معلش اتأخرت عليكم كده، بقى لي يومين مش بنزل فيديوهات. عايزين، وطبعا بشكر اهم حاجة طبعا حبايبي اللي نوروني بالاشتراك في القناة بتاعتي. بجد بجد بشكركم من قلبي لكل حبايبي اللي دخلوا طبعا ونوروني بالاشتراك والفرجة على الفيديوهات. بجد بجد ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني كده. نخش بقى كده برضو، اول حاجة نقوله لحمدي ووفاء كل سنة وانتم طيبين. طبعا الفيديو دوت كان نازل عند حمدي ووفاء وهو بيدي الاولاد العيدية. طبعا انتوا عارفين حمدي لازم يبقى بشكل مختلف وشكل جديد، فكل فيديو حمدي بينزله لازم يبقى فيه كده حاجة جديدة كده، سسبنس عند حمدي. ما يبقاش كده ايه يعني، الموضوع ما بيعديش كده عادي، لا لازم يبقى فيه سسبنس كده. طبعا كان بيديهم العيدية بس بيديها لهم بشكل مختلف، حاطط لهم الفلوس كده في ظرف، وكل ظرف مختلف عن التاني، يعني كل ظرف فيه فلوس مختلفة، وكل واحد هو وحظه بقى. كل واحد ياخد الظرف بتاعه هو وحظه وهو ونصيبه، مين اللي ياخد ايه المبلغ الكبير. وهو ما شاء الله اساسا حاطط لهم في الظرف كل واحد مبلغ حلو، يعني مبلغ كبير مش قليل. فطبعا بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وفسحهم وروق عليهم بقى كده خروجات وفسح. وكانت الدنيا بتشتي عندهم، راحوا الملاهي وبعد كده راحوا ايه ال- المول زي ما احنا شفنا يعني وكده. وعايزين نقول لك الهدوم اللي انت جايباها اونلاين يا وفاء جميله بصراحه وحلوه ولايقه مع الاجواء الشتويه ديت يعني. حلوه ما شاء الله. طبعا وفاء بتقول اول سنه السنه دي ما تنزلش تشتري، طبعا مش قادره عشان هي تعبانه وحامل وخلاص قربت تولد. ربنا يكمل لها على خير يا رب، وتولد بألف خير وبألف سلامه ان شاء الله، وتجيب بنوته زي القمر كده سلامه معافيه يا رب، ما فيهاش اي حاجه. فجابت طبعا اللبس ده كله كده من اونلاين وطلع حلو وجميل. نخش بقى كده يا جماعه، كان في منتدى منزله حمدي. طبعا كلنا شفنا المنتدى اللي كان حمدي منزله، يعني نزل 3 منتدى ورا بعضيهم. كله طبعا في بقى إثارة جدل والقنوات كلها عمالة تتكلم. بس والله عايزة اقول لكم الواحد مش مصدق إثارة الجدل اللي حاصلة ديت، ان حمدي يقصد حد بالكلام دوت. طبعا في قنوات وفي متابعين بيقولك بيقصد محمد اخوه. بس والله مش عارفة ليه انا مش مصدقة ان حمدي يطلع منه ان هو يبعت لاخوه الكلام ده كله. يعني طبعا حمدي ممكن لو عايز يبعت رسالة او نصيحة لاخوه، رغم ان هما مثلا، لا احنا مش عارفين هما بيكلموا بعض ولا ما بيكلموش بعض، لان يا جماعة ساعات بيبقى فيه زي اثارة جدل كده. ممكن القنوات بتعملها زي شو اعلاني، مش عارفه ليه انا حاسه ان هو في الاخر هيطلع كده زي شو اعلاني، او حمدي يقصد حد تاني خالص، عشان خاطر هو لو عايز يقول حاجه لحد من اخواته هيتصل بيهم مباشره، حتى لو عاملين لبعضهم بلوك او بيعملوا ما بيكلموش بعض. ابسط حاجه هيبعت لابوه، يبعت الحاج جابر يقول له قول لاخويا النصيحه ديت، قول لاخويا ما يعملش مثلا كده، في مشكلة هيقع فيها. فاهمين؟ فانا حاسة ان هم بيساعدوا بعضهم بالشو الاعلاني دوت او الترويج، علشان الناس تخش جري عند حمدي ووفاء، او تخش جري عند محمد. خصوصا ان هم ممكن بيساعدوا بعضهم في ان هي القنوات بتاعتهم تكبر. ان طبعا محمد عايز يوصل للمليون. طبعا ما شاء الله هو كمل النص مليون، ودلوقتي بيسعى طبعا هو وآلاء ان يكملوا المليون. طبعا ديت حاجة برضو حلوة ليهم ان قناتهم تكبر. يعني خصوصا اللي محمد لسه بادئ القناة، بادئها من الصفر زي ما بيقولوا، بعد قناة حوارات بتاعتهم الكبيرة اللي كانت داخلة 4 مليون، اللي كانت هو وحسن فيها. فطبعا كل واحد دلوقتي عمل قناة لوحده، فبالتالي كل واحد عايز قناته تكبر وتوصل للمليون والاتنين مليون في أسرع وقت.
فاهمين؟ فطبعا هم اكيد بيساعدوا بعضيهم من تحت لتحت كده بحته ايه، اطلع ارمي منتدى كده هوت، اطلع اعمل حاجه على الانستجرام كده هوت، فيديو يثير الجدل ويثير انتباه المتابعين. فاهمين؟ يعني هو ده اللي انا حاساه، وحاسه ما فيش حاجه خالص، ولا كذاب ولا مش كذاب ولا عاملين قصه. يعني هما ممكن يكونوا عاملين الموضوع ده كله علشان خاطر فعلا الناس تجري عند محمد وتشوف. طبعا حمدي يعني ما شاء الله ما شاء الله مش محتاج حد يجذب المتابعين لقناته. ده ما شاء الله قناته داخله على ال10 مليون ان شاء الله في اقرب وقت، وهيطلع يعمل حفله اكيد كبيره بال10 مليون لحمدي. احنا بنتكلم على محمد هو دلوقتي اللي فعلا قناته محتاجه توصل للمليون. حسن قناته محتاجه توصل للنص مليون. فاهمين؟ كده. لان يا جماعه عارفين نرجعوا كده ونشوفوا محمد وآلاء. كانوا السنة اللي قبل اللي فاتت كانوا في دبي برضو مسافرين. وكان حمدي ووفاء برضو كانوا مسافرين في دبي، وكانوا اتقابلوا مع بعضيهم وقعدوا هناك، وآلاء ووفاء كانوا بيتكلموا مع بعض، وحمدي برضو هو ومحمد وخرجوا وراحوا البحر. لو تفتكروا كل الفيديوهات ديت نزلت. فاهمين؟ والسنة اللي فاتت حمدي نزل هنا هو في مصر وقضى معاهم رمضان. انتوا فاهمين؟ فهم اخوات بيحبوا بعض ومترابطين وكويسين جدا مع بعضيهم. بس طبعا ده شغلهم، فما يبقى فيه اثارة جدل كده هوت بتبقى بتجذب المتابعين للقناة بتاعتهم. طبعا بتبقى فيه مشاهدة اكتر، في متابعين اكتر بتشترك في القناة عشان عايزة تشوف بعد كده هوت ايه اللي هيحصل. فاهمين؟ وبدليل اللي حمدي بعد ما نزل المنتدى بتاعه وبيوصف الحمل وان هو كذب ومفيش حمل الالاء والكلام ده كله، ومحمد هيطلع بعد كده يقول ان مفيش حمل ولا قدر الله ما شاء فعل والكلام ده كله. بعد منها على طول محمد برضو مش غبي ان هو يشوف مثلا المنتدى بتاع حمدي. ما تقوليش محدش بيشوف حد، لا هم متابعين بعضهم، بس اكيد في كوينتات احنا مش عارفينها. فاهمين؟ يعني اي حد لو هيخش من تليفون اكونت تاني مختلف، او قناة تاني او حساب تاني مختلف، هيتابع اخوه، هيتابع كل واحد فيهم اكيد عنده اكونت تاني المتابعين ما يعرفوهوش غير الحاجات اللي هي متوثقة اللي الناس كلها عارفاها بتاعت الاكونتات بتاعتهم. فطبعا بيتابعوا بعضهم وشايفين بعض وعارفين كل حاجة عن بعضيهم. فاهمين؟ فبالتالي محمد راح جاي منزل على طول الفيديو بتاع ادعوا الآلاء وآلاء تعبانة والكلام ده كله. بس يعني عمر محمد ما هيكذب الكذبة دي كده للآخر. يعني ده المفروض بالكتير مثلا نقوله آلاء شهرين ثلاثة وتولد، وما شاء الله اللهم بارك بطنها كبيرة، وامها مش هتشترك معاها مثلا في الكذبة دي او الحدوتة ديت. يعني لو كان في الاول عايز يعمل مثلا مقلب عشان يجذب مشاهدات اكتر للقناة بتاعته، يعني انا من وجهة نظري كده ما كانش هيعتمدها كده. كان ممكن اول الفيديو دوت اعلان الحمل، الفيديو اللي بعد منه او اللي بعد منه قدر الله ما شاء فعل ولا سقطت مثلا بعد الشر عليها. فاهمين؟ بس ده ما شاء الله عملوا حفلة جنس المولود وعملوا واختاروا الاسم ونزلت جابت الهدوم والكلام ده كله. وبعدين ده ما كان يحيى هناك وكان زياد هناك. يعني لو آلاء مش حامل كان اكيد هياخدوا بالهم ويشوفوا. لو زي ما الناس بتقول آلاء مثلا بتحط كده هوت مخدة ولا كورة ولا بطن كده هوت، يعني فاهمين؟ وفي الفيديوهات بس وبعد كده بتقلعها، لا طبعا. ما كان زياد هناك ويحيى كان هناك ومامتها ونجار، مش معقولة كل دول هيبقوا مشتركين كده مع محمد في الحدوتة دي. انتوا فاهمين؟ لا طبعا. وكله منزل ريماس وزياد ونيرة باعتين طبعا السلام لمحمد وآلاء وبيقولوا ربنا يشفيك يا آلاء، واحنا مستنيين طبعا تميم يجي بالسلامة. انتوا فاهمين كل دوت؟ فبجد والله حاسه يا جماعه اللي كل ده كده هيطلع شو اعلاني، وحمدي هو ومحمد بيثيروا الجدل علشان بس الناس والمتابعين يبقى فيه متابعات واشتراكات اكتر عند محمد، عشان محمد نفسه فعلا يوصل للمليون في اسرع وقت. وهما طبعا خوات وما يستغنوش عن بعض، وحتى يعني لا قدر الله لو في حاجه بينهم. معلش يا جماعه كل شويه عماله تجيلي مكالمات وعماله اقطع في الفيديو، عشان كده بقالي فتره والله ما عارفه اسجل فيديوهات خالص. عامه في نهايه الفيديو بتاعنا ربنا يصلح الحال ما بينهم يا رب. وطبعا بشكر كل حبايبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم.
وتنسوش طبعا اختكم بدعوة حلوة كده بصلاح الحال ليا وليكم. يا رب كل اللي في نفسه حاجة تتحقق ان شاء الله. توحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة، سلام.